عرفت بلادنا خلال الموسم الهيدرولوجي الحالي الذي انطلق من فاتح شتنبر 2025 فترة ممطرة تم خلالها تسجيل 145.5 ملم، أي بفائض قدره 32.5% مقارنة مع المعدل السنوي، وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على الواردات التي بلغت 8.73 مليار متر مكعب، حيث مكنت من رفع نسبة ملء السدود إلى 61.88% بمخزون مائي يناهز 10.37 مليار متر مكعب، وهو الشيء الذي لم يتم تسجيله منذ سنة 2019. ويمكن اعتبار هذه الواردات قياسية بالنظر لكون 95% منها، أي ما يناهز 8.31 مليار متر مكعب، تم تسجيلها في أقل من شهرين، أي منذ 12 دجنبر 2025، الشيء الذي ساهم في بلوغ مجموعة من السدود مستواها الأقصى، مما يستدعي معه القيام بإفراغات متحكم فيها، وذلك بهدف أولا إحداث سعة احتياطية لاحتواء الواردات المتوقعة أو على الأقل جزء منها، وهو ما تم على مستوى سد الوحدة على سبيل المثال. ثانيا الحفاظ على سلامة المنشآت المائية، وفي هذا الإطار تقوم وزارة الجيز والماء بتنسيق مع وكالات الأحواض المائية بمتابعة دقيقة ومكثفة لحالة السدود والمنشآت المائية على مدار اليوم، مع الاستعانة بفرق تقنية ذات خبرة وأطر متخصصة، بالإضافة إلى إنجاز المحاكاة الهيدرولوجية استنادا إلى التوقعات المناخية بهدف إعداد مخططات للتدبير، وذلك قصد ضمان سلامة السدود واستمرارية أدائها لوظائفها. وفيما يخص سد واد المخازن، فقد سجل واردات مائية مهمة بلغت 972.9 مليون متر مكعب خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2025 إلى غاية 4 فبراير 2026، من بينها 716.8 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 73.68% تم تسجيلها خلال الأسبوعين الأخيرين فقط، وقد فاق هذا الحجم المعدل السنوي بنسبة 184%، مما أدى إلى ارتفاع المخزون إلى 988 مليون متر مكعب بتاريخ 4 فبراير 2026، أي بنسبة ملء تقدر ب 146.85%. أمام هذا الوضع تم الشروع في عمليات التفريغ الوقائي والاستباقي، حيث بلغ الحجم التراكمي المفرغ 372.9 مليون متر مكعب. وتجدر الإشارة إلى أن السد تجاوز سعته الاعتيادية منذ 6 يناير 2026، وتجاوز مستوى المياه بالحقينة ب4 أمتار، المستوى التاريخي المسجل منذ بدء استغلال هذه المنشأة في سنة 1972. وعلى الرغم من ذلك وإلى غاية الساعة لم يتم تسجيل أي اختلالات أو أعراض غير اعتيادية على المنشأة وتجهيزاتها. ونظرا إلى أن التوقعات المناخية تشير إلى استمرار ارتفاع الواردات خلال الأيام المقبلة، يتواصل تعزيز نظام المراقبة التقنية وتكثيف القياس، حيث تم اعتماد فترتين للقياس كل يوم عوض فترة قياس شهرية، مع اللجوء لفرق متخصصة للقيام ببعض مهام المراقبة الدقيقة. وطبقا لهذه التوقعات المناخية فإنه من المحتمل أن تشهد 7 أيام المقبلة ابتداء من اليوم تطورات مهمة، وعليه قامت مصالح الوزارة بمحاكاة هيدرولوجية دقيقة تعتمد الساعة كوحدة زمنية بدل اليوم، تم من خلالها تحديد ما يلي: أولا الواردات المائية، والذي من المنتظر أن تبلغ حوالي 620 مليون متر مكعب. ثانيا تسجيل وصول حمولة قصوى للسد تبلغ 3163 متر مكعب في الثانية. ثالثا تصريف صبيب يصل أقصاه إلى 1377 متر مكعب في الثانية، وهو ما يعادل 4 مرات ما يتم تصريفه حاليا، بالإضافة إلى تحديد خرائط للمناطق التي ستعرف فيضانات، مع تحديد ارتفاع منسوب المياه بها، وذلك أخذا بعين الاعتبار إفراغات السد وواردات الأودية غير المنظمة بالسافلة، مما يساهم بشكل كبير في تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة المواطنين
والحفاظ على ممتلكاتهم. وفي ظل هذه الظروف الهيدرومناخية الاستثنائية، تواصل مصالح وزارة الجيز والماء اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة المنشآت المائية واستمرار أداء وظائفها المتمثلة في تنظيم الواردات المائية والحماية من الفيضانات، وذلك بتنسيق تام مع السلطة المحلية وجميع المتدخلين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.